لكن المهارة المصرية وعماد متعب أثناء الإعادة تأتي الإفادة ويأتي عماد متعب بهدف التعادل. أين فينسنت إنياما؟ خرج بلا عنوان، خرج ولم يعد، فكان لعماد متعب هدف التعادل للمنتخب المصري. هي دي كرة القدم، فرصة تضيع من جانب كالوتشي ترتد بهدف التعادل من اللاعب والنجم عماد متعب قناص كرة القدم المصرية، يرفع رصيده بالاهداف ل 34 هدف مع المنتخب الوطني. ده الهدف رقم 30 ليه، ما فعلها في مرمى الكاميرون في 2008 اللقاء الافتتاحي. هو احمد حسن، هو احمد حسن، هو احمد حسن اللي سجل في جنوب افريقيا في نهائي 98. هو احمد حسن الذي ياتي دائما بالفارق. احمد حسن يطلق كرة لا تصد ولا ترد في هذه اللحظة، وهدف مصري رائع رائع رائع. اعتقد واحد من اغلى الاهداف. شوف حضراتكم المسانده اللي لسه بنقول عليها تاتي من احمد حسن، خلاص هي جات له زي ما هو عايز، جات له وعملها له حلوه محمد زيدان، لانه هو كان نجم العطاء الكبير في هذه المباراه. واحمد حسن يضع المنتخب المصري في هذه اللحظات. هل يكون هدف ثالث؟ ادي السرعه، جدو 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 جول، جدو جول، جدو جول للمنتخب المصري. جدو يسجل، جدو بحيوية ويعني عنفوان الشباب. محمد ناجي جدو الهدف المصري الثالث، سجل في مرمى مالي، فكان له الثقة من قبل حسن شحاتة، لم يخيب ظن الجميع فيه. نجم الاتحاد السكندري، فرحة في اسكندرية خاصة النهاردة لمحمد ناجي جدو. يا على الموهبة عند هذا اللاعب. شوف حضراتكم. وما زال المنتخب المصري يحاول اختراق الحصون الموزمبيقية، يحاول الوصول لشباك كاباندو، عرضية ثاني جول! المتعب عماد يسجل ثاني أهدافه، ويتقدم المنتخب المصري بهدف لا شيء. سجدة الشكر الشهيرة والتقدم 1-0 مع تبديل ايضا لاحمد المحمدي. هل استلمت بداريو كان؟ داريو كان، شكرا داريو كان، ليس عماد متعب، هو داريو كان من عرضية زيدان، من عرضية فتحي، تلمس الكرة في داريو كان. والانطلاقة من احمد حسن، تمريرة الى عماد على حدود منطقة الجزاء، هيعمل ايه عماد؟ جات له المساندة على طول احمد حسن، سلم واستلم، تاني الكرة تتلعب وتسديدة. الله! جدو اوعى يجيلك جدو. هدف امام نيجيريا، هدف امام موزمبيق، مكتوبة لك يا ابني، مكتوبة لك البطولة. محمد ناجي جدو يكتب اسمه، يكتب مين قده محمد جدو، مين قده جدو. هدف في نيجيريا وهدف موزمبيق، هدفين في مباراتين في لاعب يعني راهن عليه حسن شحاتة، وكل مرة يثبت حسن شحاتة أن رهانه سليم. فليصمت الجميع، فالأقدام المصرية تتحدث الآن، الكل يسكت. منتخب مصر يسجل هدف ثاني، يكرر نتيجة 86، يكرر نتيجة 98. ملعب امباكا بانجيلا، امامنا الكرة ساقطة في المرمى، وهدف احمد المحمدي يسجل بعد مرور 7 دقائق. لمح الحارس يوناندو جودو امامنا في تلك اللقطة. في هذه اللقطة لمحوا بمهارة عالية جدا المحمدي، يسجل ثاني اهدافه الدولية مع المنتخب المصري. كان سجل في مرمى كوت ديفوار، العيون بتتابعه في مارسيليا، وكان ايضا بيتابعوه في ساندرلاند. شوف حضراتكم كرة خادعة امامنا، هو لمح الحارس متقدم، الكل متوقع العرضية، لكن احمد المحمدي بلمسة ومهارة مصرية، وكرة حقيقة وضعها بشكل رائع امامنا، خدع الجميع. المباراة بادية كده مريحة، والمباراة بادية فيها هدوء، الامور حسمت، وزيدان يعني اعلن اعتذاره وندمه على ما فعل
اثناء خروجه في لقاء موزمبيق. ادي امامنا هنا لعوبه حلوه 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 راسيه، وعماد متعب الكره مش عايزه. كره اولى من احمد عبد الرؤوف، وهدف حكم اللقاء بيعلنه في هذه اللحظه. ادي امامنا الهدف الثاني. هل هو هدف لاحمد عبد الرؤوف في هذه اللقطه اللي سجل في مرمى تنزانيا احمد عبد الرؤوف؟ هنتابع الاعاده. دانيال بنت باشاره من انوك المساعد الجنوبي افريقي اعلنها له صراحه، قال له الكره في المرمى. ادي امامنا احمد حسن. ليه اللاعب اللي امامنا يتابع في هذه اللقطه؟ لا، عماد متعب يسجل في هذه اللحظه من متابعه كره احمد رؤوف. هي الكره ارتطمت في القائم، وادي الحارس المرمى امامنا يطلعها من داخل المرمى. هدف لعماد متعب، هدف للمنتخب المصري بتقدم مصري بتاكيد الجداره المصريه. شوف حضراتكم المنتخب المصري. يا احمد حسن، يا سكوت، محدش يتكلم. احمد حسن جاب التعادل، لا لوم ولا عتاب. ده حب كبير قوي. هو عارف الكوره، الكوره بتطوعه، لانه يستحق امامنا يحتفل في المباراه رقم 170 بهدف التعادل. وكمين التصلب، الكمين من احمد حسن، وتسديده حلوه في توقيت رائع. ادي امامنا رجاله مصر، ادي همه الرجاله اللي بتاتي دائما. شوف حضراتكم، شوف الاسم يرهب اي حارس، واللي بيرتفع مستواه من مباراه لاخرى. فرصه جول! جدو خلانا اكتر من ندو لمنتخب الكاميرون، لاننا تفوقنا. اخطا الكاميرون في هذه اللحظه، اخطا الدفاع الكاميروني، والاتحاد سيد البلد. اهتف يا جمهور اسكندريه وجمهور مصر، الاتحاد سيد البلد. جدو ابن حوش عيسى، ابن محافظة البحيرة ونجم الاتحاد السكندري، يولع الملعب ويشعل الدنيا كلها في مصر. شوف حضراتكم مين اللي اخطأ. ده جيريمي. وشوف جدو عن طريق احمد حسن، وممكن احمد حسن ممكن الكرة جول في اللقاء رقم 170. يقولها بصوت عالي ويسجل هدف رائع. وبرافو جيروم. نقول الحق وخليك جريء. شوف حضراتكم الكرة، لا لم تتجاوز، لم تدخل الكرة، لكن الهدف احتسب براية من المساعد. وادي امامنا يعني كوارث المساعدين. شوف الاعادة، الكرة ترتطم في باطن العارضة ثم تسقط، وامامنا حسني عبد ربه. يا سلام يا حسني، ثبته وفي الزاوية حطها له، ويتقدم منتخب مصر عن طريق حسني عبد ربه. هنا العقل، هنا المهارة، هنا الموهبة، يثبته في هذه اللقطة. بيحتاج المنتخب الجزائري حسني عبد ربه يحطها في مرمى الحارس شوشي، ليتقدم المنتخب المصري بهذا الهدف عن طريق حسني عبد ربه. حسني اوعى يجيلك حسني. جدو زيدان يعدي، يلا لا زيزو. هو ده محمد زيدان المصري. عملوها والله، وعملوها الرجاله عملوها وحطوها بمهاره من جانب اللاعب امامنا محمد زيدان. يا زيدان العالم باذن الله. امام متابع امامنا محمد زيدان اللي بيتلاعب في هذه اللحظات. ادي امامنا عبد الشافي 1 2 3. الكرة فين؟ دي الكرة هدف ثالث. محمد عبد الشافي يا عبد الشافي، اول عبد الشافي الدولية. محمد عبد الشافي في هذه اللقطة وفي هذه الكرة التي لا تصد ولا ترد من زاوية ضيقة. بص حضراتكم محمد زيدان، بص عبد الشافي، مفيش اوفسايد، في مغطي الراجل اللي هناك ده عنتر يحيى. شوف حضراتكم الكرة رايحة فين، ده حطها له بقى في الزاوية الضيقة. موعد مع التألق مع التاريخ من كل الجوانب، من الشمال ومن اليمين ومن الزاوية الضيقة ومن الزاوية البعيدة. 3-0 لصالح المنتخب المصري. محمد عبد الشافي يشفي بقى يشفي من ما في نفسه شيء، ويجعل من في نفسه شيء. خلاص الامور حسمت. محمد عبد الشافي. دائما نذكر هذه يعني الاغنيه الجميله وهذا الشطر الجميل، لان الاداء يتواصل. هو ده جدو. شوفوا حضراتكم اعملوا له اغنيه.
محمد ناجي جده لا يخرج دون ان يسجل، ويسجل الهدف الرابع. ادي امامنا الهدف الرابع. اجل الفرحه للمباراه النهائيه، اجل الفرحه. هل يسجل هدف قاتل الان؟ هدف البطوله، هدف الكاس، ام سنذهب للمره الثامنه في تاريخ النهائيات الى الاكسترا تايم؟ 2006 ايضا كان اخر اكسترا تايم، مصر كوت ديفوار، لكن مسار كوره سدد، جول 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 جول. يا جدو، يا جدو، يا جدو، شكون يهدو؟ الفريق المصري فريق الخبره يضرب في مقتل الغانيين ويسجل هدف الكاس السابعه، يسجل البطوله السابعه. تاريخ اسطوره الكاس السابعه للمنتخب المصري من كره واحده. مصر تعاقب التاريخ الكروي الغاني، يفتح باب التسجيل. كره زيدان في الكره الوحيده الصح لجده القريب الخطير نيوتريكا قلت المرزق الجديد لكرة المصريين. 1-0 من جدو يسجل 5 أهدافه. الله على التاريخ لما يكتب، الله على البطولة لما تكسب، الله على الأرقام لما تدون، الله على التاريخ لما يورشف. مش ممكن على 1-0. طعم لعب كبير، ادخل وضرب وسجل اغلى اهدافه. 1-0 مصر. هدف الكاس، هدف البطولة، هدف الساتمة، هدف الساتيام، هدف الساتمة، هدف السبن كاب، هدف الكأس السابعة. 1-0. شحاتة يا معلم، لو كنت مسؤول في مصر لأمرت أن ينصب لك تمثال يا معلم في قلب القاهرة، فأنت من معالمها التاريخية. للمرة الثالثة الكاس مصرية، للمرة الرابعة البطولة عربية، للمرة 11 التاريخ. لغة الضاد تسيطر على أقدام